اديني اهو حطيت لكم زباله، وكل يوم هحط لكم زباله لغايه ما تتغوروا من ام العماره ديت. يانا انتوا ايه ده بقى كده؟ هو الجرنة ده مش هيبطل والله. لا صح جوزي. اصحى يا اخويا، اصحى يا بابا، اصحى يا طيب. انا قلت لك الطيب في الزمن ده الناس بتدوس عليه. شوف بص. ايه يا بنتي في ايه؟ في واحده تصحي جوزها كده؟ وبعدين ايه الكياس اللي في ايدك دي؟ هو حد جايب لنا زياره؟ ايوه، وائل جارنا جايب لنا الزباله بتاعته رميها لنا قدام باب شقتنا. تاني؟ ايوه تاني وتالت. طالما انت سكت له ومش بتعمل له حاجه هيفضل كل شويه يرازينا. ما هو انت برضه اللي بدات معاه المشاكل يا نور، وحطيت زباله قدام بيته قبل كده. بقول لك ايه، هتقوم ترمي الزباله دي في وشه ولا انا اديها له انا في وشه؟ لا 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 لا، انا هقوم احل الموضوع ده. اديني بس كيس الزباله ده، انا هتصرف. يا رب تتصرف. لا 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 هتصرف. انت هتعمل ايه؟ بحط كيس الزباله في الزباله. وائل جارنا. انت مش صحتيني بقى، انا هتصرف معاه مالكيش دعوه. ساعه بس كده، ساعه اوعي. ايه ده؟ رجعوا لي كيس الزباله تاني؟ والله لا اوريهم. فاكهه؟ هما بيعملوا معايا كده ليه؟ انت ممكن تفهمني انت ايه اللي هببته ده؟ تعالي بس نقعد وانا افهمك كل حاجه. تعالي. قول لي بقى، فهمني. بص يا ستي هفهمك. سيدنا محمد عليه الصلاه والسلام عليه قال: الصلاه والسلام، من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليكرم جاره. وقال كمان: وما زال جبريل يوصيني بالجار حتى ظننت أنه سيورثه. بس يا حبيبي مع الجار الكويس والمحترم، مش مع الأشكال دي. يا حبيبتي مين قال كده بس؟ سيدنا محمد عليه الصلاة والسلام كان ليه جار يهودي، والجار اليهودي ده كان دايما بيأذيه وبياخد الفضلات بتاعته ويروح يحطها قدام بيت سيدنا محمد. ولما عدى كام يوم وسيدنا محمد لقى الفضلات دي ما عادش موجودة وما عادش بتتحط قدام بيته زي الأول، فلما سأل عرف إنه جار اليهودي ده مريض، فراح زاره وقابل السيئة بالحسنة. ووقتها الجار اليهودي ده دخل الإسلام، وكل ده عشان خاطر حلمه ومعاملة سيدنا محمد عليه الصلاة والسلام ليه. سبحان الله، يعني انا احط قدام بيتهم زباله هم يحطوا لي فاكهه وحاجات حلوه؟ انا اكيد ظالم جيراننا دولت. انا لازم زي ما هم بيعملوا معايا حاجات كويسه اعمل معاهم نفس الحاجات الكويسه، فانا كده هروح اصالحهم. وبعدين يا نور ما ينفعش نعادي جيراننا برضه. اللي انت شايفه بقى. هقوم اشوف مين. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. انا والله عيني في الارض منكم وبتاسف لكم على اي حاجه وحشه انا عملتها معاكم. احنا في الاول والاخر جيران، والجيران لبعضيها. انتوا بعد ما حطيتوا اكياس الفاكهه قدام بيتي حسيت اني صغير قوي، وقررت ان انا اعوض كل دوت ليكم، وحسيت ان انتوا ناس محترمه ما تستاهلوش كل دوت. اتمنى ان انتوا تسامحوني. يا سيدي مسامحينك وعفى الله عما سلف. انا بجد متشكر ليك قوي، وان انت طلعت انسان محترم كده وسامحتني. عايز اي حاجه مني؟ تسلم، ربنا السلام يخليك. عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. سبحان الله، معقول ده وائل جارنا؟ شفت بقى؟ عرفت بقى لما تقابل السيئة بالحسنة ان ده احسن حل. اكيد طبعا، محدش عايز يعني يعمل عداوه مع جيرانه.